آيات علماء كتب المامان وسيدة آية القرآن أما أعظم آية في كتاب الله آية وقوي أما أغفض بدن سي علماء كتب المامان القرآن كتشرته وآية الكرسي آية الكرسي محاسد الله أماني وآية أغو تعريف بدن إلهي كورمت القرآن كتشرته آية أغو بدن إلهي سبحانه وتعالى صفات كيسة المامتا مركا كآية واحدة الله إيغو آية داسي كما يقول ابن كثير وحكا كوابن تيبالي لها 8 جملة دوت قرآن كآية 8 جملة وحكو جرتو كلية بالي لها إيضا يا آية في سورة شورى كجرتا فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير لبدا آيات بين هذا القرآن كوح 8 جملة 8 سنتنس اسكو خيران أو وحبا ودحيني كجرتا آية الكرسي 8 جملة كجرة شاني إلهي كمال كيسي كورميسا وجملات كمدي عظمة ديس يا ويني ديس يا كمال كيس يا جمال كيس صفات الكمال بكورميسا شاننا وحي كورميسا تنزيهه من النقائص وحيابان إلهي يعنت من يعني لغو صفين كرم بكورميسا تبنك الجملة مركاسي إلهي صفات كيسي كورميسا قيبنا سي إيجابية وورميسا وحي تلماميسا إلهي كايا كائن كسفه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وطبعا آيات وهل آيات وطبعا جملة دودة وشن جملنا إلهي صفاتي سوى ونكسر المامية شن جملنا المامية وحيابها إلهي أن أعنت من الوصف فيه أو كان زهيه أيها الأحبة مدام عينك أطهي أيها وحلقة المام السيدة آيات القرآن نيتهي سيد كذا أما أعظم آية